بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، ما أجمل أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة للمحاسبة، يحاسب نفسه على إهماله وتقصيره، وكذلك يحاسب نفسه على أنه لم يزدد من الخير. فمع هذه الحلقة الجديدة والتي هي تحت عنوان محاسبة النفس في الإسلام، نلتقيكم ولكن بعد فاصل يسير. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. أيها المشاهدون في كل مكان، عدنا إليكم بعد فاصل قليل لنتحدث سويا على موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع محاسبة النفس الإنسانية. النفس الإنسانية فيها دوافع للخير وفيها دوافع للشر، فيها نوازع للخير وفيها نوازع للشر، والله سبحانه وتعالى قد أقسم بها، فقال سبحانه في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكثرة الحديث في القرآن الكريم عن النفس الإنسانية، عن النفس البشرية وأحوالها وأمورها، يدل دلالة بالغة على أن الإنسان لابد أن يعتني بنفسه، لابد أن يراقب نفسه، لابد أن يحاسب نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن محاسبة الإنسان لنفسه لون من ألوان الذكاء، لون من ألوان العبقرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس أي الإنسان الفطن، الإنسان الذكي، الإنسان العبقري. من هو يا رسول الله؟ الذي دان نفسه. ومعنى دان نفسه أي حاسب نفسه على تقصيرها وإهمالها في الحياة الدنيا قبل أن يقدم على الله سبحانه وتعالى. وبعد الإقدام على الله في أوقات الحشر وعند أهوال القيامة وفي يوم المحشر والمنشر والمبعث، لا يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه، ولا قيمة لمحاسبة نفسه، ولا ينفع وقتها ندم، ولا تجدي وقتها محاسبة. وهذا ما ذكره القرآن الكريم عن أصحاب نفوس كانوا مقصرين في جنب الله، فقال تعالى عنهم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ووقتها لا ينفع الندم، ولا تجدي محاسبة الإنسان لنفسه. لذلك كثر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المباركة الحديث عن محاسبة النفس، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه أولا بأول استطاع أن يصلح من أخطائه، أن يستغفر من ذنوبه، أن يبدل معايبه، أن يبدل سيئاته إلى حسنات، ومعاصيه إلى طاعات وقربات ومسابقة ومنافسة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في القرآن الكريم أنواع النفس البشرية، فقال تعالى في الحديث عن النفس الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه نفس تدفع صاحبها دائما لفعل المكروهات والاقتراف المحرمات ولصنع الخطيئات. إنها نفس بتعبير القرآن أمارة بالسوء، ولم يقل القرآن آمرة، بل جاء بهذا الفعل مضاعفا ليزيد للإنسان من إحساس أن نفسه التي بين جنبيه إن كانت نفسا شريرة فإنها تدفعه وتحثه وتحضه على فعل المعاصي دائما، فلا يكاد يخرج من معصية إلا ويلحقها بمعصية أخرى، يفعل سيئة ثم يلحقها ويتبعها سيئة أخرى. وهذا كما قال العلماء: إن من جزاء السيئة، من عقوبة السيئة، السيئة بعدها. إن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان الذي يصنع سيئة بأن ييسر له هذا الأمر، بأن يسهل عليه أمور المعاصي واقتراف الخطيئات،
وكذلك الإنسان الصالح جزاء حسنته أن ييسر الله تعالى له الحسنات والطاعات والقربات، فينوي أن يصلي ركعتين لله فإذا به يصلي 4، ينوي أن يصلي 4 فإذا به يصلي 6 ركعات إلى غير ذلك من ألوان الطاعات والقربات. ينوي أن يدفع مبلغا قليلا من المال فإذا به يدفع الكثير من المال، وهذا جزاء الحسنة بعدها. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم ولكن بعد فاصل قليل. يغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم. اغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم. أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم. أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم. ثبت إيماني يا رب واهد قلبي لما تحب وسامحني على كل ذنب. أنت الذي بسري أعلم. أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم. أيها المشاهدون في كل مكان، عدنا إليكم بعد فاصل يسير لنواصل الحديث عن محاسبة النفس الإنسانية. وقلنا إن أول نفس تحدث عنها القرآن هي النفس الأمارة بالسوء، وهي نفس الكافر والمنافق والعياذ بالله. النفس الثانية هي النفس اللوامة، والتي ورد ذكرها في قول الله تعالى في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، ومعنى قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة أي أقسم بالنفس اللوامة. إن الله تعالى أقسم بيوم القيامة، وإن الله سبحانه وتعالى أتبع القسم بيوم القيامة أتبعه بالقسم بالنفس اللوامة. فما هي هذه النفس التي سميت بالنفس اللوامة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت بالنفس اللوامة؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: النفس اللوامة هي نفس المؤمن، وهي نفس أقسم الله تعالى بها. نفس لوامة
أي تلوم المؤمن دائما عند فعل المعصية وعند فعل الطاعات والقربات. عند فعل المعصية تلومه نفسه حينما يسرق أو يغتاب أو ينم أو يرتكب أية سيئة من السيئات المحرمة، من ألوان السيئات المعروفة، من كذب ونفاق وشهادة زور وغير ذلك. إذا بنفسه تلومه، نفسه متيقظة، نفسه حذرة، فتقول له: لما صنعت هذا الذنب؟ لما ارتكبت هذه الخطيئة؟ لما اقترفت هذه الجريمة؟ لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ لما سرقت؟ لما اغتبت؟ لما نممت؟ لما كذبت؟ فتوبخه نفسه، وعندما توبخه نفسه يستيقظ ضميره، يصحو قلبه من رقدته، حدث له ركود لقلبه وحدثت غفلة لعقله، فزلت قدمه ووقع في المعصية ووقع في ارتكاب السيئة. حينئذ الأبواب ليست موصدة، أبواب الله سبحانه وتعالى ليست مغلقة أمام أحد من الناس، ما دام في الإنسان ضمير حي يراقب أفعاله ونفس لوامة تلومه على فعل المعصية، فإذا بهمته تتوقد عزما لفعل الطاعات، وإذا به يبدل السيئة حسنة، ويبدل المعصية طاعة، ويبدل الخطأ صوابا، وإذا به سرعان ما يعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تعالى يتقبله ويتوب عليه حينما يرى أثر ندمه على فعل هذه المعصية وعلى اقتراف تلك الجريمة. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم ولكن بعد فاصل قليل. يا غفار يا تواب يا عالم باللي جوه في قلبي قبل ما اقول عليه. يا غفار يا تواب اغفر لي كل غلطة وكل ذنب وقعت فيه. يا رب أنا عبدك، أنا ماليش بعدك، بلجأ إليك، ما أنا أملي فيك، وانت الرحيم. مهما يكون ذنبي اغفر لي يا ربي، ما انت الرقيب وانت الحسيب وانت العظيم، انت العظيم. عدنا إليكم بعد فاصل يسير للحديث عن محاسبة النفس، وللحديث عن ألوان النفس وأنواعها كما ورد ذكرها في كتاب الله. وكنا قد توقفنا سويا عند الحديث عن النفس اللوامة، وقلنا إنها هي التي تلوم صاحبها على فعل المعصية، على ارتكاب الذنوب، وكذلك تلوم صاحبها عند فعل الخيرات. تقول له: لما لم تصنع كثيرا؟ لما لم تصنع خيرا كثيرا؟
لم لم تصلي كثيرا؟ لم لم تقم الليل كثيرا؟ لم لم تقرأ قرآنا كثيرا؟ لم لم تذكر الله ذكرا كثيرا؟ فإذا بها تحثه على الازدياد من الطاعات، وهي نفس المؤمن التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لعظم هذه النفس عند الله سبحانه وتعالى أقسم الله تعالى بها. والنفس اللوامة وجدت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يمر على صحابي جليل من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا حنظلة، فيقول له: كيف حالك يا حنظلة؟ فإذا بسيدنا حنظلة يرد على سيدنا أبي بكر ردا عجيبا غريبا، فيقول له: نافق حنظلة يا أبا بكر. فإذا بسيدنا أبي بكر يتعجب: ما الذي تقوله؟ قال: يا أبا بكر، نكون في مجلس رسول الله عند رسول الله وكأننا نرى الجنة رؤيا العين، وكأننا نرى النار رؤيا العين، فإذا خرجنا من مجلس رسول الله عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات ونسينا كثيرا. ومعنى كلمة عافسنا أي لاعبنا، التهينا بالأولاد والزوجات والضيعات، التجارات والبضائع والأموال إلى غير ذلك، ونسينا كثيرا ما كان يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول له: إنني أجد ما تجده يا حنظلة، فهيا بنا ننطلق إلى رسول الله، إلى المعلم الأول، إلى طبيب البشرية، إلى رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فانطلقا إلى رسول الله، فلما وصل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله حنظلة قال له: كيف حالك يا حنظلة؟ نفس السؤال الذي سأله سيدنا أبو بكر. فقال له حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له رسول الله: كيف تقول هذا الكلام؟ فقال: يا رسول الله، نكون في مجلسك عندك يا رسول الله وكأننا نرى الجنة رؤيا العين، فإذا خرجنا من مجلسك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات ونسينا كثيرا. فإذا بالنبي المعلم صلى الله عليه وسلم يقول له: والله يا حنظلة، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إننا أمام صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه ويحاسب نفسه على تقصيرها وإهمالها بأنها تتلهى بالزوجات والأولاد والضيعات. أيها الإخوة المشاهدون، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نعاتبها حتى نلقى الله تعالى وما علينا جريرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.